طريقة جديدة في النصب على الإنترنت. الطريقة دي بجد خطر جدا جدا وبتلعب على عقول الناس بطريقة بشعة، وفي ناس جربتها كسبت من وراها فلوس في الأول وبعدين خسرت عشرات الأضعاف الفلوس اللي كسبتها. ركز معايا عشان الموضوع بجد خطير. وناس بعتت لي بتقول لي عايزين نعمل ايه، اتنصب علينا في 90,000 جنيه، وفيه اللي اتنصب عليه في 120,000 جنيه، وفيه اللي اتنصب عليه بأكتر من كده. فركز معايا عشان الطريقة دي بجد بجد خطر. وصلتني الرسالة دي. الرسالة بتقول: كنت عايز استشير حضرتك في مشكله. السلام عليكم. فيها كنت عايز استشير حضرتك في مشكله. حد بعت لي على الواتساب اني اعمل لايك على فيديوز على انستجرام، وكل لايك ب 20 جنيه، وبعد كده دخلوني في تاسكس، او اول ثلاثه ظهر انفستمنت تاسك ان ابعت فلوس واعمل خطوات واخد الفلوس والفلوس تزيد وهكذا. يبعت ال 300 تترد له 600، وكملت واتبسطت للاسف لان كنت محتاج الفلوس دي. وكل ثلاثه تاسك بيكون فيه انفستمنت، وبيكون ثلاثه اوردرز، او وفي ثالث مره بعت حولت. وبص بقى، اقنعوه ان هو غلط تمام. في ثالث مره بعت وحولت وانا بعمل خطوه، عملت خطوه غلط، وقالوا لي انت كده خسرتنا، واستنى وحول فلوس تاني تعويض، وهيرجع لك في الاول، كله هيرجع لك في الاخر. وحولت فلوس كذا مره بعدها، مش مره واحده، لان هو يعني زي الغرقان بيستنجد بقشايه يعني تمام. حولت فلوس كذا مره، كل شويه بمشكله. مره العمليه فشلت، او السكور اقل، مره السكور اقل من بأقل من 90,000، ما ينفعش تسحب لازم تزود. وكده في الآخر حولت لهم 90,000، وقالوا لي بالكوميشن ليه 123,000، بس لازم يحول 18,000 كمان عشان يعرف يسحب، وإن دي شروط وكده. وأنا ما كانش معايا تاني فلوس، وأصلا ده دين عليا، وحاسس إني كنت مغفل والسكينة سرقاني ومرعوب على الفلوس. ربنا يا رب يرد له الحق بتاعه، وربنا يا رب يعني ايه يخلف عليه، اذا الفلوس ما رجعتش يعني ربنا يخلف عليه. طيب، دي اول نقطه انا حابب ان انا ايه يعني اول حاجه، دي اول سكرينه تمام. انا رديت عليها كالاتي تمام. قلت لا حول ولا قوه الا بالله. الفلوس اتحولت ازاي؟ طلع ان الفلوس اتحولت على فودافون كاش او اورنج، ورحت قلت لهم تقريبا كده يعوض عليكم ربنا، بس اخر محاوله تتعمل انكم تتوجهوا لمباحث الانترنت وشركات الاتصالات، ده الحل الوحيد. طيب، خلينا بقى ايه نرجع بقى للكلام بقى يا شباب، عشان خاطر نركز في الموضوع ده. الموضوع ده في غاية الأهمية. بصوا يا شباب، ناخدها من البداية خالص. سوق التداول في البورصة ليه ناسه المتخصصة قوي 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 فيه. شفت انت المهندس اللي درس 5 سنين في هندسة، والصيدلي اللي درس خمس سنين في صيدلة، والطبيب اللي درس 7 سنين، والمدرس اللي درس 4 ولا 5 سنين، وهكذا وهكذا. في ناس درست سنين عشان يشتغلوا في التداول. فانت ما تجيش من الباب للطاق واحد يقول لك ببوتات نعمل لك شغل انفستمنت وحاجات زي كده. مفيش يا جدعان الكلام ده. انت متخيل لو كل الناس دخلت بالبوتات عشان خاطر تكسب، مين اللي هيخسر؟ ما هو التداول ده في مكسب وخسارة. في شركة اسهمها بتزيد، فانت لما بتشتري والسهم قليل والسهم بعد كده يزيد تكسب. في شركة هي سهمها زيادة وحصل عندها مشكلة وخطأ مثلا، وشركات كتير بيحصل فيها كده، تسلا بتحصل فيها كده، وشركات كبيرة جدا بيحصل فيها ان السهم ساعات بينزل. ف ساعتها دي هتلاقي نفسك انت خسرت لو السهم نزل وانت اشتريت بالغالي. يعني انت لو اشتريت سهم مثلا بمعادل $1000 او 1000 جنيه، والسهم ده بقى ثمنه بعدها 800، فانت بقى ب 800، يبقى انت خسرت 200 جنيه، وهكذا. انا عايزك بس تعرف حاجه، ان التداول ده في ناس درساه قوي وعارفين الريسك بتاعه، وعارفين ان هم ممكن يخسروا. هم ممكن يكونوا قد الخساره دي، او عندهم تقبل الخساره دي، لان دي شركات كبيره وعندهم فلوس وبتاع، وكسبوا من حاجه وخسروا من حاجه وهكذا. انت ما عندكش، انت مش حمل الخساره ده. احنا هنا ايه؟ احنا هنا ما دخلناش في سكه النصب، احنا لسه ما اتكلمناش خالص في سكه انك انت ممكن يتنصب عليك او لا. احنا بنتكلم في الطبيعي اللي هو ايه، انت هتمشي قانوني، هتفتح بقى ايه اكونت تداول، وهتعمل او هتتعلم التداول في شهر شهرين 3 سنة، وتشتغل في التداول. انا بقول لك لا، انا بقول لك ابعد عن سكة التداول كلها. سكة التداول بتاعة البورصة دي كلها على بعضها القانونية نفسها، ابعد عنها، بلاش. لان فيه ناس عندها خبرة اكتر منك، عشرات السنين شغالة في الموضوع ده. هم دول الحيتان بتوع السوق ده، هم دول اللي بيعرفوا يشتغلوا في الحتة دي. وطالما انت ما معكش فائض مادي، ما تاخدش الفلوس اللي حيلتك وتروح تعمل بيها تداول.
ما عندكش فائض مادي. يعني انا مثلا، انا كاحمد، انا دلوقتي معايا مثلا اللي يكفيني ويكفي اسرتي 3 4 شهور لقدام، وعندي 5000 جنيه كده، او دول كده فائض مادي لو راحوا ما خلاص. وحابب ان انا اخش مثلا في سوق البورصه والتداول، عشان ال 5000 دول هم فائض عندي، مش محتاجهم في اي ظرف من الظروف. ممكن بعد ما اتعلم جدا 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 اخش في حتة التداول دي. بس لو مش معايا فائض وهم دول اللي حيلتي، ما اروحش ناحية سكة انا ما فهمش فيها، ما احطش فلوسي في حاجة انا ما اعرفش فيها. ارجوك ما تعملش كده. نيجي نخش بقى على موضوع النصب. موضوع النصب ده انا ما عملتش عنه فيديو قبل كده، مع اني عارف، لان في ناس عملت بوستات وحذرت وقالت يا جدعان هيجي لكم تاسكات تعملوها، وتعمل التاسكات وتاخد عليها فلوس وبتاع، وبعدين ايه هو بيجر رجلك ازاي؟ بيقول لك اعمل لايك وتاخد 20 جنيه، فانت ايه تعمل لك 10 لايكات تاخد لك 200 جنيه. عسل جدا، ايه ده حلو، ده صدقين يعني ايه، ما بيكذبوش اهو. تخش بعد كده يقول لك ايه، طيب ماشي بقى في تاسك اعلى بقى ويكسبك اكتر، انفستمنت، حط 300 جنيه تاخد 600 جنيه. فاللي هو ازاي؟ يعني ازاي؟ وبعدين فين، ركز كده معايا، الاسهم بتاعت الشركات دي ممكن تختلف على مدار الدقيقه، بس اللي بيعمل انفستمنت في لحاجه، وروح دور عليها في السوق الامريكي، اكبر سوق انفستمنت اصلا في العالم، دوروا عليها. اللي بيعمل انفستمنت بيسيب الفلوس، بيحط الفلوس وينساها سنين عشان خاطر تسمع معاه بربحه وكده. انت متخيل واحد يقول لك يتضاعف؟ هو جاب منين ان سهم الشركة ده بكرة هيتضاعف ويبقى تمنه الضعف؟ فانت لما تيجي تنفست في سهم الشركة ده ب 300 جنيه يترد لك 600. عرف منين الحتة دي في علم الغيب. محدش عارف الشركة دي بكرة صاحبها مثلا، ولنفترض ان هو ايلون ماسك، خلينا ناخد على المجنون بتاع ايلون ماسك ده على سبيل المثال، طلع وعمل لك اناونسمنت زي الزفت، فالشركة تنزل. هو ضامن الشركه تطلع ولا تنزل؟ مفيش حد ضامن، هي كلها سبيكيوليشنز. يعني ايه توقعات؟ انا متوقع ان الشركه دي سهمها طالع، متوقع النهارده الايفون اعلنوا عنه، فبسبب النهارده الايفون هيعلنوا عنه، انا متوقع سهم شركه ابل هيزيد شويه، فانا اشتري دلوقتي عشان خاطر كده. دي كلها توقعات. ممكن الايفون ما يعجبش الناس، ممكن في ناس كتير ما يعجبهاش، ناس كتير تتريق على اليو اس بي سي اللي طالع، تمام، فتلاقي سهم الشركه نزل شويه، فاللي اشترى النهارده وباع بكره خسر، تمام. فما فيش حاجه في التداول مضمونه نهائي، سواء كانت قانونيه او كانت نصب، مفيش. فارجوك بيجر رجلك بالتاسكات اللي انت بتعملها دي، تمام. ما تعملش تاسكات، ما تديش فلوس لحد انت مش عارفه. ما تدي يعني ايه تبعت فلوس لحد فودافون كاش عشان خاطر ينفست الفلوس دي؟ يا باشا طب ما هو بالعقل كده، ما هو الراجل ده لو فعلا الفلوس بتتضاعف تاني يوم على طول، طب ما هو ما كان، وليه يشتغل معاك انت ويضاعف الفلوس معاك انت؟ ما هو كان لما الفلوس اللي معاه وراح حطها، كان معاه 100 جنيه بس، حطها بقت 200 جنيه، تاني يوم بقت 400، تالت يوم بقت 800، رابع يوم بقت 1600، وهكذا، ويبقى هو اغنى واحد في الليله وما يعرفش حد خالص بيها. لكن دي حوارات نصب. ارجوك ركز، عشان انت ممكن يتنصب عليك في حوارات نصب كتيرة. خدها قاعدة في حياتك، عشان برضو في اساليب تاني في النصب، وخصوصا الناس اللي متابعاني عشان شغل الفريلانس، في اساليب تاني في النصب. لو في حاجة شفتها سهلة قدامك وحد بيعشمك يقول لك ده الدنيا سهله، يعني لسه اول امبارح كان في واحد برضو مكلمني بيقول لي كيميا معلش ايه، احنا عايزين واحد يكون عايش في امريكا عشان خاطر يستقبل شيك بتاع الارباح اللي انا هكسبها من شغل فريلانس. ايه شغلك يا عم في الفريلانس؟ لا ده انا هعمل بس ايه شويه صور حاجات زي كده، تاخد عليهم كام؟ 3000 دولار. تمام، واحد بيكلمه بيقول له تاخد عليهم 3000 دولار. قلت له كلمه اعرف الموضوع ده، طلع ان برضه نصبايا تاني في موضوع الشيكات في امريكا، بقى حاجه ليها علاقه بالناس اللي عايشه في امريكا. فحوارات النصب على الانترنت كتير جدا. ارجوك ركز، ارجوك خلي بالك، ما تثقش في كيمياء، ما تثقش. انا لو قلت لك هات فلوس اشغلها لك، ما تثقش فيا خالص خالص، تمام. كنت انا نفعت نفسي من الاخر كده. فمن فضلك، من فضلك حاول بقدر الامكان
انك تبعد عن سكة التداول دي كلها. وبتوع التداول اللي شغالين فيه قانوني وتمام، يعني فوق دماغي من فوق، في ناس ليا اصدقاء شغالين في التداول، ليهم زمن كتير قوي. لما تيجوا تتعاملوا مع حد ارجوكم عرفوهم خطورة التداول، وان في احتمالية انك انت تخسر كبيرة مش صغيرة. يعني ما تعشموش الناس كده بالحلق عشان يخرموا ودانهم. فيعني انا طبعا بحترمكم، بحترم شغلكم، طالما انتم ماشيين قانوني وبما يرضي الله، لان في شغل تداول قانوني وفي شغل تداول تاني بيموت الشركات فبيبقى فيها ضرر، فلا ضرر ولا ضرار. حوارات كتيرة جدا في شغل التداول، فأرجوكم ابعدوا عنها. وربنا يا رب يعوض على كل اللي اتنصب عليه في الفلوس في الشغل، في النصبايا اللي طالعه جديد دي. وارجوكم عرفوا كل اصحابكم بالحاجات دي. مش شرط عايز تعمل شير الفيديو اعمل له شير، مش عايز تعمل له شير احكي بنفسك، الورد اوف ماوث، احكي بنفسك، قول لهم ده انا سمعت فيديو على واحد بيقول لك ان التداول اوعى وكذا وكذا والحاجات دي كلها. بس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.